جوه الشركة نفسها في cross functional teamwork اللي هو يعني تكامل، او ان في وظائف متداخله داخل الشركه الواحده. يعني لو بصينا في منظومه التوزيع دي، ايه الديبارتمنتس اللي داخله في الموضوع؟ الماركتينج، التسويق، السيلز، الفاينانس، الاوبريشنز، البرشيزنجز، كل الناس دول جوه الشركه بيشتغلوا على ان المنتج يطلع جاهز انه يروح للكاستمر، من خلال بقى اللي بيجيبوا المواد الخام واللي بيصنعوا والفاينانس اللي بيوفروا الاموال لاستجلاب المواد الخام وعمليه التصنيع، والماركتنج اللي بيسوق وبيعمل المسج، والسيلز اللي بيقنع العميل او بيقنع الديستريبيوترز ان هم يوفروا البضاعه. كل الناس دول داخلين في اللوجيستكس اكتيفيتيز. كل فانكشن او من دول ما ينفعش تشتغل في جزيرة معزولة كده مع نفسها ومنفصلة عن الاخرين. في كروس فانكشنال، يعني في تداخل في الوظائف ما بين الاتنين مع بعض، او ما بين كل الديبارتمنتس دي مع بعض، وما ينفعش ديبارتمنت واحد يشتغل لوحده من غير التنسيق مع الاخرين. هنا التنسيق مهم جدا. فبتلاقي ان الانفنتوري او اللي هو المخزون مرتبط بالوير هاوسنج اللي هو التخزين، مرتبط بتدفق المعلومات، مرتبط بالاكتيفيتيز اللي الماركتنج بيعملها، مرتبط بنقل البضاعة من مكان الى اخر. فلو انت مثلا الانفنتوري، الراجل المسؤول على المخزون بيعتمد على كمية مخزون قليلة، فبالتالي هيقلل الكوست بتاعة التخزين. تمام، بس برضه هيقلل ده في نفس الوقت الكاستمر ساتسفاكشن، لان بالتالي العميل لما يجي يطلب المنتج هيلاقي المنتج بينقص في فترات كتيرة، بالتالي ده هيزود الكوست نتيجة ان المنتج ناقص، وبالتالي المنتجات يعني هتطلب وفي نفس الوقت مش هتتوفر، وهكذا. يبقى شوفوا، مجرد ان المخزون نفسه نقص، التخزين اتأثر، النقل اتأثر، البضاعة، العميل او الساتسفاكشن اتأثر لان الديستريبيوتر اتأثر قبله، وهكذا. يبقى كل الناس دول، كل الديبارتمنتس دول مرتبطين ببعضهم، وكلهم عبارة عن حلقات مرتبطة في سلسلة، وبالتالي بيسموها ايه؟ سلاسل الامداد وسلاسل التوريد. سلسلة لانها لينكس، عبارة عن حلقات جوه سلسلة واحدة. ومن هنا يبقى لازم كده، لازم علشان عملية التوريد تنجح، والتوزيع وتوريد البرودكتس تنجح، يبقى لازم كل الفانكشنز جوه الشركة تشتغل في شكل هارموني، بشكل فيه تناسق وتناغم، علشان أداء المنظومة كلها في عملية توزيع وتوريد البضاعة دي يبقى أداء ناجح جدا. لما كل الناس بيحصل لهم انتجريشن، او لما يحصل تكامل ما بين الفانكشنز، كله هيشتغل فيه تناسق وتكامل، الاداء هيطلع كويس جدا، هتوصل البضاعة بشكل مرضي للكاستمر، وده مهم جدا لسمعة البرودكت وسمعة الشركة، وفي نفس الوقت بتكلفة مناسبة اللي انت حاططها بالظبط علشان ربحيتك من بيع المنتج ما تتأثرش سلبا. يبقى موضوع ان يحصل انتجريتد لوجيستيك مانجمنت ده شيء مهم جدا. ده احنا هنا بنتكلم على المنظومة داخل الشركة، او اللي هو الديبارتمنتس المختلفة جوه الشركة. برضو هنتكلم كمان على ان انت تعمل بارتنرشيب او شراكة مع بقية المنظومة بره الشركة. احنا قلنا ان في سبلايرز دول مش تبعنا خالص، احنا بنتعامل معاهم، وفي ديستريبيوترز مش تبعنا، وفي كاستمرز مش تبعنا. لكن انت جوه الشركة لو عملت تيم وورك جوه الشركة بالفانكشنز المختلفة، يبقى انت كده خلصت جزء كبير من الميشن اللي هي توريد المنتجات بشكل سليم. الجزء التاني بقى هو الجزء انك تعمل بارتنرشيب او شراكة مع منظومة خارج الشركة. اتكلمنا على الكروس فانكشنال جوه الشركة، جوه منظومة الشركة بتاعتنا. لكن احنا قلنا ان جزء مهم جدا من عملية اللوجيستكس او عملية
التوريد او الوظائف اللوجستية للماركتينج او توزيع المنتجات مبني على انك بتعمل شراكة مع الناس اللي بره. مين هم الناس اللي بره؟ السبلايرز، الموردين، والديستريبيوترز، الموزعين، والكاستمرز، العملاء بتوعك. وبالتالي لازم الشركة تشتغل في انها تعتبر الناس دول شركاء نجاح، وان بناء شراكة معاهم ده مهم جدا في عملية توزيع المنتجات ووصولها بشكل سليم للمستهلك. احنا هدفنا كماركتيرز ايه؟ هدفنا كماركتيرز ان انت توصل الكاستمر، بتوصل للكاستمرز بتاعك البرودكت الصح في الوقت الصح في للكاستمر الصح في حالة جيدة. ده مش هيحصل الا في بمنظومة توزيع سليمة. وبالتالي انت عندك هنا السبلاير، انت بالنسبة له كاستمر، والديستريبيوتر انت بالنسبة له هو بالنسبة لك كاستمر، وهكذا. فكلنا سلسلة مترابطة ببعضها، وكل نجاح كل تشانل ممبر مبني على أداء المنظومة ككل. يعني عمر الديستريبيوتر ما هينجح لو انت كشركة ما وردتش كويس. انت كشركة عمرك ما هتنجح لو السبلاير عندك فيه مشكلة. الكاستمر عمره ما هيكون ساتيسفايد لو المنظومة اللي قبله اللي انتجت المنتج ووزعته فيها مشكلة. فالناس كلها مرتبطة ببعضها. فبالتالي الشركات بقى الذكية اللي عايزة تنجح لازم تعتمد على استراتيجيات مبنية على انها بتبني شراكة مع السبلايرز اللي هم الناس اللي بيوردوا لهم المواد الخام، والكاستمرز اللي هو العميل النهائي. وبالتالي بيوصل المنتج بشكل سليم في وقت المناسب بتكلفة مناسبة. وبالتالي هنا الشركات بتعمل ايه؟ بتعمل كروس فانكشنالز وكروس كامباني تيمز، اللي هو بتعمل شراكات داخل المنظومة بتاعتها ما بين الديبارتمنتس المختلفة المرتبطة بعملية الإنتاج والتوزيع والتوريد وغيره، وما بين البارتنرز بتوعها اللي هم السبلايرز اللي بيوردوا لها المواد الخام، والديستريبيوترز اللي هم بيوزعوا لها المنتجات على الكاستمرز بتوعها. بروكتر اند جامبل مثلا، وول مارت. بروكتر اند جامبل دي شركه طبعا مشهوره جدا في الاف ام سي جي او الفاست موفينج كونسيومر برودكت، كونسيومر جودز. يعني المستحضرات العنايه بالمنظفات والعنايه بالطفل والحاجات دي كلها. وول مارت طبعا ده واحد من اشهر الهايبر ماركتس اللي موجوده في الولايات المتحده. الاتنين دول بيشتغلوا في شراكة مع بعض. بروكتر اند جامبل ده عبارة عن يعتبر سبلاير بالنسبة لوول مارت، وول مارت بيعتبر ديستريبيوتر بالنسبة لبروكتر اند جامبل. وبالتالي عمل تيم مشترك. التيم المشترك ده عبارة عن بيتضمن الجماعة الخبراء بقى في اللوجيستكس، في المخزون، في التكنولوجي. الهدف من التيم المشترك ده ايه؟ الهدف من التيم المشترك ده يأمنوا الامدادات دايما بتاعه بروكتر اند جامبل تبقى متوفرة في وول مارت، ما يحصلش ابدا نقص لمنتجات بروكتر اند جامبل في فروع وول مارت. وبالتالي هنا بيبقى في الوول مارت بيعملوا فوركاستنج اللي هم عايزين ايه من بروكتر اند جامبل. بروكتر اند جامبل جوه الفريق المشترك اللي ما بينهم بيأمن المتطلبات بتاعه وول مارت. فهنا بيضمنوا ايه؟ مفيش ستوك اوتس، مفيش، ما ينفعش الصنف ما يبقاش موجود على الشيلفز او على الارفف بتاعه وول مارت. دايما يبقى فيه البرودكتس بتاعه بروكتر اند جامبل افيلابل. وول مارت بيتبادلوا المعلومات. الناس بتوع وول مارت عارفين الستوك بتاع بروكتر اند جامبل. الناس بتوع بروكتر اند جامبل مطلعين على الستوك او المخزون بتاع منتجاتهم جوه وول مارت. فلما المنتجات بتاعت بروكتر اند جامبل تنقص جوه فروع وول مارت، هم اوتوماتيك على طول بيوردوا. يبقى في هنا شراكة ما بين الاتنين ان هما الاتنين يظهروا في احسن صورة لمصلحة مين؟ مين المستفيد في الاخر من العملية دي كلها؟ الكاستمر. لان الكاستمر لما بيلاقي منتجات، بيبحث عن منتجات بروكتر اند جامبل في فروع وول مارت، اكيد هيلاقيها، لانهم مأمنين نفسهم وعاملين حسابهم جدا وعاملين شراكة ان دايما البضاعة تكون موجودة في كل وقت. بعض بقى الشركات قررت تتعاون مع البارتنرز بتوعها من خلال مشروعات مشتركة. يعني في المثال اللي فات اتكلمنا عن
بروكتر اند جامبل ووول مارت هم مطلعين على سيستمز بعض وكل واحد في مكانه وخلاص. الموديل اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي ده موديل مختلف. يعني هنا شركتين قرروا يعملوا مشروع مشترك. ريتيلرز كتير بيعملوا مشروعات مشتركة مع السبلايرز. يعني هوم ديبوت مثلا، هوم ديبوت ده آم، محل او سلسلة اثاثات. حد بيعمل اساس ومفروشات وكده، بيخلي السبلايرز بتوعه يستخدموا الستورز بتاعتهم علشان يراقبوا الكاستمرز ويشوفوا المنتجات بتاعتهم رد فعل الكاستمرز عليها ايه. يعني رد فعل الكاستمرز على المنتجات بتاعت السبلايرز دي جوه المعرض او جوه معارض هوم ديبوت ده. بيشوفوا البرودكتس بتاعتهم بتتباع ازاي، علاقة الكاستمرز بتوعها ايه، حبوا ايه في البرودكت بتاعهم، علشان يعملوا بروجرامز مخصوصة لهوم ديبوت بناء على رد فعل الكاستمرز او عملاء هوم ديبوت تجاه المعروضات بتاعت السبلايرز دي. يعني انا كشركة بعرض عند هوم ديبوت، هوم ديبوت ده معارض. فبالتالي انا اعين حد من عندي عامل مشروع مع هوم ديبوت، بعين حد من عندي يشوف الكاستمرز بتوع هوم ديبوت دول لما بيلاقوا المنتجات بتاعتي هناك بيشتروها، بيشتروا ايه بالتحديد، رد فعلهم ايه، اسالهم ايه اللي عجبهم في المنتجات، ايه اللي ما عجبهمش في المنتجات، وافصل بروجرامز مخصوص للكاستمرز بتوع هوم ديبوت ده بناء على ملاحظاتي دي. ده برضو نوع من الشراكة، ومين المستفيد في الاخر؟ برضو الكاستمر هو اكتر واحد مستفيد.